رياضية جديدة. بنحاول دايما من كل ندواتنا ان احنا نتكلم عن قضية رياضية ونحاول نناقشها من كافة جوانبها. لكن لقائنا النهارده غير عادي وغير تقليدي، ومش ندوة بنناقش فيها قضية رياضية. بالتأكيد هنتكلم عن جوانب رياضية كتير، لكن احنا النهارده من وجهة نظري المتواضعة جدا انا وكل أسرة البرنامج، اذا ما كانش كمان أسرة التلفزيون المصري ونايل سبورت، في مهمة قومية ودين كده في رقبتنا كلنا، بنحاول جاهدين وبشكل بسيط جدا ان احنا نوفيه لإنسان مصري واحد مننا كلنا. الحقيقة بطل بكل المقاييس، أسطورة مصرية. هتتابعوا معانا التفاصيل الحقيقة اللي في كتير من الأحيان الكلمات بتعجز عن الوصف الحقيقي للبطولة المصرية. مش بس بطولة رياضية، هي بالتأكيد طبعا جانب كبير منها رياضي، لكنها تحدي لظروف كتير جدا. لما بيوصل كمان الإنسان إن يتحدى ظروفه، يتحدى نفسه، يتحدى إعاقة، يتحدى حاجات كتير جدا جدا، ويوصل من القاع من قاع لقاع كمان لقمة العالم كله. أكيد ده يستحق مزيد من إلقاء الضوء عليه. يمكن ندوتنا النهاردة هي ساعة ما تكفيش إن احنا نتعرف أكتر على ضيفنا ونجمنا والأسطورة المصرية النهاردة، ونحاول كده يعني جاهدين إن احنا نعرف حضراتكم بيه. المفروض ان هو يكون معروف طبعا ملء السمع والابصار، وهو يستحق اكتر من كده. يعني ندوه متاخره جدا، لكن خلونا نبدا كده على طول ونقول لكم مين هو ضيفنا النهارده. لكن هنشوف فاصل مهم جدا هنتعرف من خلاله، عشان الحقيقه الكلام كتير قوي، لكن خلونا نعرف النهارده ندوتنا والاسطوره المصريه اللي هنتكلم عنها. طبعا بطلنا ونجمنا النهارده شفتوا بعض الملامح كده لمين هنتكلم عنه النهارده، لكن خلوني اقول لكم اكتر هو مين. الاستاذ الدكتور كابتن عصام الدين رجب حميدو، لاعب منتخب مصر للمعاقين في الكرة الطائرة والعاب القوى. كمان هو لاعب منتخب الولايات المتحدة الامريكية، واول لاعب سواء من المعاقين او من الاصحاء بيمثل دولتين في دورات اولمبيه. مثل مصر في اولمبياد سول 88، ومثل الولايات المتحده الامريكيه في اولمبياد سيدني 2000 واتينا 2004. بس كده هو اول مصري بيصبح مستشار الصحه والرياضه لرئيس ولايه تنسي بالولايات المتحده الامريكيه، اللي هو حاليا طبعا عايش والمقيم فيها، عضو مجلس اداره اعضاء هيئه التدريس بجامعه تنسي في الولايات المتحده الامريكيه، ومؤسس ورئيس إدارة الرياضة للجميع بنفس الولاية. أستاذ دكتور في كلية التربية الرياضية، واحدة من أكبر وأرفع كليات التربية الرياضية في العالم. وركزوا قوي عشان النقطة دي هنرجع لها، إن ليها قصة طبعا. أول لاعب مصري بيكرم في البيت الأبيض، ومش مرة لكن مرتين، من الرئيس بيل كلينتون ومن الرئيس جورج بوش. أول مصري بيحصل على جائزة الأزرق والأبيض في الأبحاث العلمية عن كيفية إن الرياضة ممكن تغير في سلوكيات الإنسان بالمجتمع. من أهم المراكز اللي تقلدها ضيفنا النهارده الدكتور عصام، عضو اللجنة الأولمبية الأمريكية للأصحاء في الفترة من 2000 ل 2004. منصب رفيع جدا، دل على شيء بيدل على منتهى التكريم
دكتور عصام منورنا. انا فعلا الكلام قليل قوي على يعني انجازات حضرتك الكتيره اللي منها البعض، لكن هنحاول طبعا ندي لحضرتك جزء من الدين اللي على كل مصر ان انت مش موجود معانا ومش عارفينك بالشكل اللي يليق بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اشكرك جدا يعني ان الكلام اللي اتكلمتيه عليا يعني. اولا قبل اي حاجه يعني عايز بس اشكر كل واحد في حياتي. هنتكلم يا دكتور عصام وهنشكر، لكن بس ارحب بالكابتن شريف صلاح لانه واحد برضه من الناس اللي اثروا في حياه حضرتك. نعم. مدرب منتخب مصر المعاقين في دوره السور الاولمبيه. كابتن شريف اهلا بيك معانا. اهلا بيك. الزميل العزيز جدا استاذ ايهاب حسنين، يعني ارقام حضرتك كتير. استاذ ايهاب عضو مجلس اداره اتحاد المعاقين واللاعب الاولمبي واول معلق متخصص في التعليق على رياضات المعاقين في مصر والوطن العربي. اهلا بيك معانا يا كابتن ايهاب. دكتور عصام ارجع مره ثانيه بقى، حضرتك اتفضل، حابب تبدا بشكر مين؟ انا بصراحه حابب ابدا بشكر يعني الناس. انا حتى يعني بدايتي الرياضيه في مصر يعني، واولا طبعا اشكر الله سبحانه وتعالى يعني، واشكر امي وابويا الله يرحمه. ففي ناس في حياتي يعني فعلا كان لهم تاثير يعني، هم كانوا الشمعه اللي هي حطت يعني او ادتني الامل ان انا طبعا انا اشكر جميع زملائي في المنتخب مصر رياضة المعاقين. اشكر الناس اللي هم كانوا موجودين في غرفة الملابس يعني. انا اذكر بالاسماء، كان في واحد اسمه الحاج حمد عبد المعطي، الراجل ده كان ليه فضل عليا كبير، هو كان عامل ملابس. انا كنت بدات في الحبانيه. اشكر كل الناس بتوع مركز شباب الحبانيه، وده اللي انا بدات فيه يعني. تمام. بدايه الرياضيه. دكتور عصام احنا عايزين نبدا القصه من الاول خالص، عايزين نقول للمشاهدين يعني خليكم معانا وتابعونا، انتوا اكيد هتستفيدوا. كل انسان ممكن ربنا يديله ابتلاء في بدايه حياته زي ما دكتور عصام حصل فعلا، ويا ريت فعلا يكون درس وقدوه لكتير من شبابنا. بدايه 3 سنوات، طفل صغير جدا في اسره بسيطه جدا في حي شعبي في عابدين يا دكتور، مظبوط كده. بداية شلل الأطفال وبداية المعاناة دي احنا عايزين نبدأ. لكن قبل ما نكمل عايزة أقول لكم إن احنا تابعنا طبعا في محاولة بسيطة جدا لتكريم الدكتور عصام، الإعلامي الكبير جدا والصحفي يعني اللي احنا كلنا الحقيقة بننتظر الجمعة عشان نتعرف على هيقول إيه وهيتكلم عن مين. الأستاذ إبراهيم حجازي كان بدأ طبعا من 10 يوليو واستمر في 24 يوليو، بدأ قبل أن ألقى الضوء على تجربة الدكتور عصام. فطبعا هنحاول ان هو يكون ليه تليفون معانا النهارده، يشرفنا طبعا ان هو يكون موجود معانا. البدايه يا دكتور وحضرتك في طفولتك وايه التحديات اللي واجهتك وواجهتها ازاي؟ والله حضرتك هو البدايه انا بدات زي اي طفل يعني. وانا في سن 3 سنين ما كان شلل اطفال في رجلي اليسرى، ابتديت اخش في المرحله الابتدائيه. وطبعا واجهتك مشاكل كتير كاتبها الاستاذ ابراهيم في مقاله الحقيقه. نعم. سخريه نعم. يعني هو للاسف احنا يعني حتى لغايه هذه اللحظه يعني احنا بنحكم بالمظاهر يعني. انا من رأيي كل انسان معاق. انا معاك في الراي ده. كمان لله وحده. طبعا يعني طبعا. انا ممكن الاقي اهو الاخ العزيز اللي هناك لابس نظاره اللي هو بتاع الكاميرا، لو انا شلت النظاره بتاعته هو مش هيشوف، مش هيقدر يعمل. هذا معاق. انا بحتاج كل انسان فينا مش شرط الاعاقه تكون حركيه او جسديه. أكيد. ممكن الاعاقه تكون ذهنيه، الاعاقه تكون نفسيه. نعم. اعاقه في التواصل باي شكل من الاشكال. نعم. نعم. فطبعا احنا في مجتمع الناس بتبص يعني لو انا مختلف في مشيتي ده انسان نظرة مختلفة. نعم اكيد نظرة مختلفة في كل حاجة يعني. في كل التعاملات. انا بتكلم في الحياة الاجتماعية، في الحياة الرياضية. كويس. فبدأت طبعا في مدرسة ابتدائي اعشق الرياضة. لان اعشق الرياضة لان انا ابتديت انا فقير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت انا ما كنتش اقدر اعمل اي عملية جراحية يعني. فبدأت ان انا كنت بروح اعمل علاج طبيعي. وكان هو العلاج الطبيعي ان انا اعمل يعني امشي في المية،
وعايز فقط لتحسين مش للعلاج النهائي مش يعني. علاج نهائي، هو ملوش علاج عشان الاطفال يعني، بس هو كان تحسين درجه المشي ودرجه الجري، وان انا اعتمد على نفسي يعني. وكانت حتى نظره اهلي ليا انا يعني مثلا انا كنت ست الله يرحمها كانت جدتك في موقف يعني كانت انا ما انساش ديت يعني. هي طبعا بتحبني وخايفه عليا لكن هي مش عارفه تتعامل ازاي مع المعوق. وللاسف ده اللي هو موجود عندنا في مصر يعني، ان الناس والمدرس اللي خرجك من الملعب ان انا باجري بطريقه مختلفه كويس، لكن هو بيبص لي انا مش زي بقيه الناس، لكن انا اجري، انا بجري من من هنا لغايه هنا ال 100 متر، انا جريت ال 100 متر، وممكن اكون انا جريت ال 100 متر في رقم اكتر من الساوي، بس هو ما بيبصش للرقم. ممكن كمان الطاقه اللي جواك تخليك بتأدي بشكل افضل. فهي دي كانت اللي هو بيقابلنا يعني وانا صغير يعني، ان هو الناس برضك بتبص للمعوقين بنظره العاطفه. النقطة اللي أنا اتكلمت فيها، واسمحوا لي طبعا كابتن شريف وكابتن إيهاب، أنا عايزة نكمل مع الدكتور عصام مسألة إن أنت اتقدمت لكلية تربية رياضية وحضرتك كنت ساعتها بطل ولاعب ودخلت منتخب مصر للمعاقين، ورفضوا إن أنت تلتحق بكلية التربية الرياضية اللي أنت بعد كده بقيت أستاذ دكتور في أرفع وأعلى كلية تربية رياضية في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. لازم نقف عند النقطة دي. ده والله كان حضرتك ده كان تحدي بالنسبه لي كبير يعني انا افتكر، والكابتن شريف كان المدرب بتاعي هو والكابتن عبد اللطيف. انا بصراحه كان امنيه حياتي ان انا ابقى مدرب عشان الكابتن عبد اللطيف ابراهيم يعني. كان الراجل ده يعني انسان يعني ما فيش بعد كده، وانا كنت شايف ان الرياضه فعلا حسنت من رجلي، ادتني عوامل نفسيه ان انا ازاي اتعامل مع الناس يعني. طيب دكتور عصام، احنا الحقيقه يعني بدانا كلامنا، وانا يسمح لي الاستاذ ابراهيم حجازي ان انا كتير من حواري النهارده من مقالتي الجميله، وزي ما دايما بقول دايما بنستنى يوم الجمعه من اهم ملامح يوم الجمعه وللحديث بقيه طالما في العمر بقيه. معانا على الهواء مباشره كاتب الصحفي الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. اهلا يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا استاذ اسماعيل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ حضرتك سبقتنا طبعا في تكريم الاسطوره اللي موجود معايا في الاستوديو، اللي احنا اتاخرنا كتير في تكريمه. يعني حضرتك كاتب برضه في مقالك انتظرت استقبال رئيس الوزراء للدكتور عصام. ليه احنا متاخرين كده في تكريم الدكتور عصام؟ والله يا دكتور يا استاذ متاخرين فقط، احنا دايما مش عارف ايه اللي حصل لنا، بقيناش نشوف الحاجات الكويسه. يمكن هو دي انا مش بلوم الاخوان يعني الساده المسؤولين، انما انا بلوم الناس اللي المفروض يبقى فيه ناس بتشوف ما يكتب في الاعلام، يعني الاعلام بيقول ايه او بيكتب ايه او بيشوف ايه، لان دي اذا كانت في حاجات بيعتبروها انها مش مهمه، انما تكتبوها في حاجات مهمه بالتاكيد. طبعا انا بعتقد من اهم الحاجات اللي انا شفتها في ال 20 سنه اللي فاتت من حياتي دي كلها، ان النهارده الدكتور عصام الحقيقه، الدكتور عصام ده انا بالتالي يعني حاجه عظيمه جدا. ان انت النهارده انا وقفت ليه قدام الحكايه ديت، لان دايما احنا النهارده كنت عايز اقول لشبابنا انك انت لو تعرضت المشكله مش هي اخر مطاف. لو انت وقعت تقدر تقوم، لو انت اتظلمت تقدر تعدي ده، انما ده احنا قدامنا واحد مش مشكله، ده واحد يعني ايه، يعني قدر الله ما شاء فعل، راجل يعني اسره بسيطه جدا من اهالينا البسطاء، كل يعني اسره مصريه عاديه زي ما هي الاسر، ويمكن ظروفها كانت اتعب من كل الاسر. وبعدين يعني زي ما بقول يعني انا كنت حريص، انا كنت بكتب للشباب مش بكتب على الدكتور عصام. الدكتور عصام ده انا ولا مليون زيي يقدروا يعني ايه، ولا نقدر نكرمه ولا نقدر نعمل له حاجه، هو اعلى من اي تكريم واعلى من اي حاجه. بالظبط، تاريخ دين في رقبتنا كلنا الحقيقه. ده يعني دي مساله اكبر من كده بكتير هو. انما الحاجات دي احنا بناخد النموذج ده والقدوه ديت، لان احنا في وقت محتاجين قوي النموذج ده. شايفه اللي حوالينا ايه؟ بالظبط. شايفين السينما بتاع ايه، وشايفين الحاجات ايه،
والاعلام الرياضي بقى ايه يا استاذ ابراهيم؟ بقت تحليلات من الفضائيات. ما هو كده. انا دلوقتي شباب مظلوم لان كل حاجه قدامه محبطه. تمام. النهارده لما الاقي واحد زي ده النهارده من حاره وحاره الفتان المتفرق من حاره الصواب بتشكل اختلاف حادث تعديل، وبعدين هو عنده 3 سنين ربنا سبحانه وتعالى يعني كان امتحان صعب النهارده، والواحد دايما يقول يعني الحمد لله على اي حاجه ما يجيش على الاطفال وهو صغير في السن ده. وعايز اقول النهارده ان دايما الانسان لما بيتعرض لمحنه ولا حاجه بيبتدي من جواه يتصور يعني ممكن يبقى زعلان وممكن استغفر الله العظيم يزعل كمان من ربنا، يعني يبقى زعلان مش معنى انا انما ازاي انا كنت عايز الاقي ازاي ان ممكن الواحد بالنفس السمحه وبالقناعه وبالنفس الرضيه بالاراده بالتسامح مع النفس ازاي الواحد ممكن يعمل اي حاجه. بالظبط. هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اقف واطلع عليها لما كان بقى كنت بطلع في تكريم مش عشان التكريم، انا كنت بطلع عشان تحط ضوء عشان احنا نستفيد. بشكرك يعني الحقيقه على استضافتكم دي يعني بقول الساده مشاهدين بقول شبابنا كلهم. شفت الواحد لما يبقى حول نقطه الضعف، حول النقطه اللي هي عاجزه ناس كتير، حولها الى نقطه قوه. قوه دي نقطه العالم. تشد اي حد الارض خليها نقطه انطلاق. بالظبط. وشوفي لما الواحد يبقى عنده تحدي ويحط هدف، واحد حط تحدي وهدف قدامه انه عايز يحب الرياضه فلعب رياضه ومارس رياضه وبقى بطل في الرياضه، وبعدين اراد انه يدرس الرياضه فراح كليه التربيه الرياضيه، انما هنا عشان الجهل والتخلف والناس ما بتفهمش بقينا ما بتفهمش. النهارده يقول لك التحق بكليه التربيه الرياضيه. فيروح بعد كده يروح وبعدين يسافر امريكا وبعدين يروح في امريكا وبعدين يدخل كليه التربيه الرياضيه هناك وبعدين ياخد ماجستير وبعدين ياخد دكتوراه وبعدين يبقى استاذ في جامعه سينس الامريكيه وبعدين يعمل ميداليات ذهب هناك ويقابله رئيس الجمهوريه بوش ويقابله كلينتون. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ مش عارف. هي دي بقى الحاجات النهارده هو ده النموذج اللي ممكن الاف الشباب ياخدوه ليهم. هو ده مش هو ده اللي المفروض يكون في كل القنوات الفضائيه الرياضيه، مش بس انتقال قاعد من نادي لنادي والناس اللي واقعه في بعض. احنا يا استاذ رسول في النهايه ما شاء الله يعني يجي يطلعوا لي قضيه قلت مين قرر طلع الاتحاد الدولي بتاع يحصل عند الاتحاد خش قضيه هنقعد نتكلم. بالظبط بنختار لو ما لقيناش مشكله ندور على مشكله ونخترعها. طب انا عايزه اسيب حضرتك مع الدكتور عصام عشان هو عنده كلام عايز يقوله لحضرتك لانه ممتن جدا ان يعني ناخدها بالاطوار من خلال مقال حضرتك يا استاذ ابراهيم. انا عايز اقول لك الاول واقول له قبل ما اتكلم على اي كلام انا بشكر ربنا ان انا قابلته وانا فخور جدا ان انا قعدت معاه. انت قلت له اسمح لي اكون صديق ليك. يعني انا بقول لك حاجات كتيره لان ده خلاني وانا في سني ده بعد التجارب دي كلها خلاني يعني ايه خلاني انا كنت ساعات كتير ببقى متضايق ومحبط ان اسوء شيء في الدين انك تبتدي ومحدش ولا وتلبس حواليك ما تقبلش النقاش ولا حد يحفرك. الدكتور خلى الواحد حاسس ان مهما كانت هنالك مشاكل في الدنيا ممكن الواحد يقابلها. طبعا انا اللي بشكرني عليه. انا عملت شغلي وعملت وزني وعملت اللي كان يجب كل واحد يعمله مش اكتر ولا اقل. وده يا دكتور عصام. اتفضل يا دكتور. استاذ ابراهيم انا اشكرك جدا يعني على الكلام ده وانا ما استاهلش كده يعني. لا طبعا لا حضرتك تستحق اكتر. انا يشرفني يعني ان حضرتك وعلى فكره يعني انا معجب بحضرتك جدا 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 لانك بتهتم مش يعني اللي هو رياضه الجميع. انا بتكلم ان حضرتك كتبت مقاله عن اطفال الشوارع، فانا طبعا انا كان نفسي يعني انا بضم صوتي لحضرتك وان احنا يبقى في عندنا الاهتمام بالرياضه، يبقى في عداله اجتماعيه بالنسبه للي هو اطفال الشوارع، بمعنى ان احنا عندنا حوالي 2 مليون اطفال في الشوارع والناس دول عندهم طاقات وامكانيات زائد ان مفيش عداله اجتماعيه بالنسبه للناس دي. فانا نفسي وامنيتي ان احنا نعمل حاجه للي هم اطفال الشوارع. انا شفت الحلقه بتاعت حضرتك من الاسبوع اللي قبل اللي فات وان في طفل اتقتل في عين شمس بسبب لعب كوره. فاللي انا شايفه بصراحه يعني ان هنا في مصر النادي الاهلي والنادي الزمالك والنوادي اللي هي الكبيره دي، النوادي دي اصلا مدعمه من الحكومه. ليها دور.
فالحكومه دي هي الحكومه واخده فلوسي وفلوس الكابتن شريف وفلوس حضرتك وكده يعني. فليه احنا ما نعملش الناس دي تبقى هي بترعى اللي هو اطفال الشوارع؟ ليه ما تبقاش مثلا 4 مرات في الاسبوع النادي يفتح بابه اللي هم اطفال الشوارع دول، ونجيب الطلبه اللي هم بتوع التربيه الرياضيه يبقوا متبرعين بالوقت ويشتغلوا معاهم لمده ساعتين او 3 ساعات. وانا متاكد قضيه مهمه جدا طبعا. بالرياضه ديت هنغير سلوكهم. وانا متاكد تماما ان لو عندي 20 طفل من الشارع ودربتهم التدريب الصح واكلتهم التدريب الصح، ممكن اولا بطلعهم انسان مفيد جدا للمجتمع، زائد ان انا ممكن اعمل منهم 3 تمام. انا سامعك. طب ايه رايك حضرتك في القضيه اللي عايز يتبناها الدكتور عصام، واكيد حضرتك تكون مساند ليه في الموضوع المهم قوي ده؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. القضيه اللي بيقولها الدكتور عصام قضيه مهمه جدا، بس انا النهارده احنا تركيبه الانديه والمشاكل اللي عندنا في مصر هنا والحاجات دي كلها، فانا تقديري ان احنا هتحول زي ده. بس انا عايز اقول للدكتور عصام، عايزك انا عرفت انك هتسافر المستقبل، بس انا عايزك هنتكلم بكره وهقول لك نبقى نتصل ازاي وناخد تليفونات بعض كلها هناك وهنا والكلام ده كله، لان احنا عندنا انتوا في امريكا يا دكتور عصام في الفتره قبل انت بتروح هناك بشويه في منتصف الستينيات او حاجه زي كده، اتعمل مشروع هناك في امريكا على مستوى الولايات المتحده كلها اللي كان اطفال الشوارع، وهم ازاي يعملوا ابطال من اطفال الشوارع. اللي انت مش بالغياب بتاعك لفتره 20 سنه بره او حاجه زي كده خليتك ما تعرفش ان انا النهارده بقى صعب اعمل بطل رياضي. دي مواصفات عالميه وفي ظل المنهج بتاعي ممكن نستفيد من خبرته يا استاذ ابراهيم. ربنا ما يكتبوا على حد. طبعا عارف الفقهاء وعارف الكابتن شريف عارف ده وايهاب عارف الكلام ده. المنهج التعليمي النهارده كل تروح المدرسه يرجع من المدرسه عنده ورك يخلص ده عنده دروس يتخمد ينام. لو عنده موهبه تتقتل على طول. فانا النهارده صعب ان انا اعمل بطل، عشان اعمل بطل مواصفات عالميه عايز 6 ساعات تدريب. انا كان في مقترح وقلت لكل اخواننا الساده المسؤولين وكتبت فيه ده ما نشف فيه، علشان ازاي ناخد احنا من اولادنا هنقدر نقول اللي اتفرجوا من التعليم، ده في الشغل يعني نقول اتفرجوا من التعليم، هو اتفرج من التعليم عشان يشتغل، علشان احنا ناخد اللي ينطبق عليه المواصفات بتاعت الجسديه والسلوكيه والسعاده، او ممكن في مواصفات تقدر تعملهم بطل تاخدوه لان هو ده الوحيد اللي هيتمرن معايا 6 ساعات. انا عايز الدكتور عصام بقى هنا عايز اعمل برامج لهم. عايز الدكتور عصام من خلال كليه التربيه الرياضيه في امريكا يا ريت يعمل لي ازاي اعمل برنامج 5 سنين يعني احنا هختار ولاد بمواصفات جسمانيه معينه. خلاص الحاجات دي عايز اعرف ازاي اختار المواصفات اللي بتثبت عموما اللي هي ممكن تخلي فيه يبقى في واحد رياضي بتاع بطوله. نمرة 2 النهارده لو فرضنا احنا هنعمل حاجه معينه عشان احنا هنروح في احيائنا الشعبيه الجميله بتاعت اللي كانت زمان ديت احنا لسه هنروح فيها، لان احنا النهارده بلد لنا تاريخ، احنا عاملين 24 ميداليه اولمبيه في تاريخنا. 7 منهم ذهب. 5 من الذهب دول اسكندريه عاملاهم، ال5 معمولين في ايه؟ 3 رفع و2 مصارعه. ابراهيم مصطفى وجاب كرم جابر. معنى كده ان بلد اسكندريه مدينه اسكندريه وحافظه اسكندريه ارض بتطلع ممكن تطلع ابطال يقولنا، وبعد كده جودو ومدربات وفي جودو رشوان وشام مصباح. يبقى انا النهارده عايز دكتور تعمل لي المصارعه، انا بقول تحديدا اهو مصارعه واثقال وجودو. عايز برنامج 5 سنين او 6 سنين او 7 برنامج بدني وفني، ازاي ان انا باخد واحد يبقى معمول برنامج، والبرنامج ده متقسمه الوحدات بتاعته. كابتن شيف اكيد هيصنع كيفيه صناعه البطل. اسمح لنا نتابع مع حضرتك يا استاذ ابراهيم المنتخب ان شاء الله. هو بس الدكتور عصام بقى ده يقول لكم هيعمل ايه؟ يقول لحضرتك هيعمل ايه؟ ويتصل بيكم ويتصل بيا. خلاص انما احنا هنتابع هنشوف. احنا وقت حضرتك ان احنا هنتابع، بس حضرتك توعدنا بقى يعني من منجم البطولات المصريه والشخصيه المصريه اللي مليانه جوانب رائعه، توعدنا زي ما حضرتك معودنا ان دايما كده تكون قائد بقى للاعلام الرياضي المصري، وفعلا تطلع لنا ابطال زي دول. لسه معانا طبعا نشكر استاذ ابراهيم حجازي طبعا، شكرا جزيلا كان موجود معانا
على التليفون وهو صاحب الفضل في ظهور الدكتور عصام الاضواء طبعا وجوده معانا النهارده. دكتور عصام، كابتن شريف، كابتن ايهاب، لسه هنتكلم عن حاجات كتير قوي واسئله كتير مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، لكن ميعاد فاصل اعلاني. مشاهدينا خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، ترجعوا مره ثانيه.